اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض البلوبيف في البيت. زي ما انتوا شايفين شكله زي بره بالظبط. بعد ما الاسعار ولعت ما بقاش قدامنا غير كده ان احنا نعمل كل حاجه في البيت، وكمان حاجه مضمونه وحاجه نظيفه وانت ضامنه انت عامله ايه، ولحمه صافي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. معانا اهو لحمه مفرومه اي نوع او اي كميه تنفع، ان شاء الله ربع كيلو، وهنحط عليه بصلايه ومعلقه توم مفروم، ودي 100 جرام دهون او دوش، دي اداة ربط، وبنجرايه صغيرة مقطعة هتعمل معايا اللون، ودي معلقة حبهان ولورا مطحونة، وكوباية مية واحدة على كل الخليط، ورشة ملح ورشة فلفل اسود، وبرفعه على النار. وعلى ما يستوي ده طبق بحط فيه معلقة ونص جيلاتين كبار، معلقة كبيرة، وعليها معلقتين مية من الحنفية، ده جيلاتين من عند العطار، جيلاتين نباتي، وبركنه لحد ما نشوف هنعمل ايه. وهي اللحمه بدات تغلي ولون البنجر بدا يطلع، وكده استوت خالص، بس ما فيهاش طعم البلوبيف خالص. ايه اللي هيعمل طعم البلوبيف؟ وده السر معانا، اللانشون، ده اللي هيدينا طعم البلوبيف. الطريقه دي مش هتلاقوها بره. اللانشون هو اللي هيعمل طعم البلوبيف. ما حطيتيش اللانشون هتبقى لحمه عاديه انت حاطه لها اضافات وطعم لحمه بس، لكن ده اللي هيعمل معايا الطعم. بحطه في كل الاضافات وبسيبه يغلي دقيقه، وكده اهو بعد ما خلص معايا واستوى كله في بعضه، اهو لون البنجر اهو ظاهر في الميه، والميه دي مش هرميها لانها فيها كل فوائد اللحم. ده لون طعام. لو مش حابه انك تحطي البنجر او مش عندك، حطي لون الطعام. حطيت كل حاجه اهو في الكبه، بضربها كويس، وبعدين بحط جيلاتين اهو اللي كنت مجهزاه تماسك خالص معايا اهو، بحطه وبضربها كويس، وخلاص كده البلوبيف خلص معايا. ما خدش وقت خالص معانا. شايفين لونه زي بره بالظبط. انا هحط في العلب البلاستيك دي عشان مربعه، عشان اعمل الشكل زي بره بالظبط. بدهنها دهنه بسيطه زيت. ما عندكيش طبعا العلب، ممكن تحطي في اطباق، ممكن تحطي في اي حاجه عندك علب بلاستيك، المهم انك انت تغطيه. اهو دي الكميه اللي عملت معايا العلب دي، الكميه اللي انا عملتها. بغطيها كويس وبحطها في التلاجة العادية، ما ينفعش تحطيها في الفريزر لان الجيلاتين مش هيشتغل في الفريزر، يشتغل في التلاجة. كده بعد ما عدى ساعتين بالظبط وخلاص تماسك معايا، ممكن تسيبيه اكتر. بعمل الطرف بتاعه كده بالسكينة عشان تنزل معايا بمنتهى السهولة، بس هو هينزل حتى لو ما عملتيهوش. اهو شايفين شكله. طبعا التماسك ده هو اللي عمله الجيلاتين، واللون من البنجر. انا ما حطيتش لون، لكن انت لو ما عندكيش بنجر حطي لون عادي. شايفين من غير ما اعملها بالسكينه بتطلع بمنتهى السهوله معايا، تحفه جدا. طبعا حاجه نظيفه، انت ضامنه انت عامله ايه وجايبه ايه. لكن في المصانع انا سمعت ان هم بيخمروه في حاجات كيماويه، وحاجه ضاره جدا للصحه. لكن احنا عملنا كل حاجه طبيعيه زي ما انتوا شايفين. بقطعه اهو معاكم، شكله زي بره بالظبط. جربته بالبيض كان تحفه جدا. ممكن تشوحيه بسمنه وتعمليه في سندوتشات للولاد، ممكن ينفع معاكي فطار غدا عشاء زي ما انتوا شايفين. عايزه تحتفظي بيه بقى، وتقطعيه وتحطيه في اكياس مطبخ وتحطيه في الفريزر بعد ما يتمسك خالص. تحطيه في الفريزر في اكياس مطبخ وتطلعيه على قد ما تعملي. يا رب يكون عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.